انا النهارده قاعد وجايب كوبايه القهوه علشان الكلام اللي هيتقال ده ما ينفعش على الواقف خالص، علشان هنتكلم عن اهم مسلسل نازل الفتره دي، وهو مسلسل بطل العالم لعصام عمر وجيهان شماشرجي وفتحي عبد الوهاب ومحمد لطفي واحمد عبد الحميد. قصه المسلسل باختصار كده ان صلاح الحريف بطل افريقيا، واخد بطوله افريقيا في الملاكمه، ولكن وصل بيه الحال ان هو مش لاقي يسدد مصاريف المدرسه بتاعت ابنه، فكده شخبط على الرياضه، اقلب اللي بعده. خلينا نبقى منصفين ان عصام عمر مختلف تماما عن اي حاجه شفناه فيها قبل كده. لو انا هاجي اتكلم واحده واحده، انت هنا قصاد عصام عمر فنان متكامل، هيديك الاكشن، الدراما، هيديك الكوميديا، كل ده بنفس الكفاءة وبنفس الجودة وبنفس الكواليتي، مش هيأثر في أي حاجة فيهم. فأنت هنا قدام فنان شامل ومتكامل، واضح جاهزيته كويس جدا، واضح إن هو محضر للمسلسل، واضح هو عاوز يعمل إيه، هو جاي متارجت على حاجة معينة، أنا هطلع بالمسلسل ده في حتة تانية. المحروق فتحي عبد الوهاب، فتحي عبد الوهاب تمثيله بيقول لك أنا عايز أعمل إيه، هو مش بيمثل، هو ببساطة جدا وبسوا سايب إيده، هو راكب الشخصية وراكب الدور وهو سايب إيده، يعني هو ما عملش اي حاجه، شخصيته باينه ان هو معلم. بص، اي حاجه شمال هو راح فيها، قمار، غسيل اموال، مراهنات، مصارعه شوارع، بلطجه، كل حاجه الراجل ده دايس فيها. ونروح لاداء احمد عبد الحميد. احمد عبد الحميد انا من الناس اللي للاسف ما تابعتهوش الفتره الاخيره وما شفتلوش حاجه، وفاكره في مسلسل تحت الوصايا بتاع منى زكي لما كان طالع اسمه شنهابي. انا لما شفته بصراحه كان اداؤه هايل، اداؤه تلقائي بسيط، تحسه ما بيمثلش، فلفت نظري هو مين ده. فساعتها ما كانش الضجه بتاعت احمد عبد الحميد اللي خد ادوار كتير تانية بعد كده، ولكن عامل الدور المره دي صح قوي، صاحب صاحبه الجدع اللي ما يسيبكش في اي موقف، اللي هو خش فوت في الحديد وانا معاك ما تقلقش. اداؤه حلو جدا، ان قوي على المسلسل وبالاحداث اللي دايره حواليه، عارف يعمل شخصيه الشعبي صاحب صاحبه كده. جيهان الشماشرجي ادائها حلو، عامله تيمه وتوليفه كويسه جدا مع عصام عمر. اللي اتفاجئت بيه بجد الجيار، الباذنجان اخد البرجر في حته تانية. الجيار بيتعامل مع المسلسل ان هو فاتح لايف، بيحمر شويه بطاطس وبيتبل كده، بس هو تلقائيته دي هي اللي هتخليه يتشاف. وراجل ابيض، يعني راجل طيب وابيض وتحسه كده على نياته، فعشان كده ربنا كرمه، فاهم؟ فاللي هو انت مش متخيل اصلا الجيار في الحته دي. ده برضو انا اتبسطت من ظهور تامر الجيار في المسلسل، ولايق عليه كمان، لايق عليه تكشيره الوش والتكشيمه دي ماشيه مع الجو بتاع المحروق. تعالوا نروح بقى لايجابيات المسلسل بشكل عام. رتم المسلسل حلو جدا، رتم مش بطيء مش ممل، هتحس ان انت فهمت الاحداث من اول حلقه، وتاني حلقه انت بدات تدخل وتندمج معاه. هم 10 حلقات، فمفيش وقت للمط، مفيش وقت للتطويل، احنا في حاجه معينه عايزين نعملها. مشاهد الاكشن في المسلسل حلوه جدا، معموله كويس، عصام عمر عارف يأديها، متدرب عليها كويس، واضح ان هو تعب جدا عبال ما يوصل للفينش بتاع الشخصيه والكاركتر بشكل عام، اتحضرها كويس جدا في فتره طويله. فده كل ده واضح ومترجم قدام الكاميرا ومترجم للجمهور قد ايه في تعب حاصل. دي نقطة. تاني نقطة برضو من ايجابيات المسلسل، فتحي عبد الوهاب تحس ان هو الماستر سين بس مش هو البطل، يعني هو الماستر سين اللي بيحرك الاحداث بتدور حواليه، ولكن مش هو البطل، فاهمني ازاي؟ حاجة كمان، علاقة عصام بابنه حلوة جدا، عارف يأدي دور الأب اللي دايما عايز أولاده أحسن منه، الأب اللي هو عاش مأساة فمش عايز ابنه يعيشها، الابن اللي فخور بأبوه في كل الأحوال بتاعته. التصوير والكادرات معمولة حلوة قوي، معمولة حلو جدا. المخرج عصام عبد الحميد واضح ان هو كل كادر رسمه، مش عايز اقول رسمه، ولكن مطلعه بشكل حلو، هو شايف زوايا الكادر بكل تفاصيله. دي حاجه في الاخراج اسمها التقطير السينمائي، الناس اللي دارسه اخراج هتفهم كويس انا بقول ايه. ده اسمه التقطير السينمائي، اللي هو كل عنصر في الكادر نفسه محطوط ليه هدف، ليه غرض معين، هو عاوز يقولك انت هتشوف ايه، وبيحكي حكايه من خلال الكادر نفسه. وده بان جدا، الزوايا الكلوز قوي اللي بتدل على الخنقه وان الشخص ده مش في احسن حالاته،
هتلاقيها دايما في حالات الضعف بتاعت عصام، في حالات الانكسار، هتلاقي الفراغ الكبير اللي متساب في الشاشه، ده بيدل ان الشخص ده. التقطير السينمائي ده بحر كبير جدا، نبقى نعمل له حلقه لوحده، ولكن واضح ان عصام عبد الحميد مذاكر هو هيعمل ايه. بتجيب الميداليه الذهب واديك 2000 جنيه. الميداليه بتاعت افريقيا ب 2000 جنيه. 2000 جنيه هو الباقي كمان اسبوع. بعد اسبوع اسبوع ان شاء الله. انا مدي كلمه لمدرسه الواد. انت مين بقى وعايز ايه؟ انا الحاج سليمان. راكب الكاميرات. بقول لك يا حلو، شوف لنا حد يعمل لنا كوبايتين شاي للرجاله. انت يا ابني. هاني سرحان طبعا حد تقيل جدا في الكتابه، واول حلقه ما كانتش واضحه جدا غير اللهم الا المشهد اللي كان بينه وبين ابنه كان مكتوب حلو، ولكن في الحلقه الثانيه مستوى الكتابه عالي، ومستوى الحديث والحوار نفسه كان افضل بكتير جدا. الكوميديا كانت حلوه بين عصام وبين احمد عبد الحميد. تشابك الخطوط الدراميه اتعمل بشكل حلو، يعني انت من الحلقه الثانيه فهمت من الحلقه الاولى انت فهمت كل الوضع وكل قصه المسلسل. عصام البودي جارد اللي هيتحط في مأزق مع المحروق اللي ليه فلوس عند دنيا اللي ابوها هو التشابك نفسه اتعمل حلو بسهوله، انت فهمته اول حلقه، بدا يدخلك في الاحداث بعد كده، تعالى خد حدث في الثاني في الثالث، مش بيديلك احداث كتير ولكن هو بيفهمك الوضع ماشي ازاي، وبيبدا يسرد القصه بتاعته بشكل سردي حلو جدا. الجرعه بتاعت الاكشن مقارنه باحداث المسلسل ان هو درامي اجتماعي، لا مقبوله، جرعه اكشن كويسه جدا، انا راضي عنها بشكل عام. مفيش اي اوفر في الموضوع، مفيش طيران، مفيش معرفش ايه الكلام ده كله، لا معموله حلو، واقعيه تمام. اما سلبيات المسلسل فتكاد تكون معدومه، يعني لغايه دلوقتي الحلقه الاولى والثانيه بيرفكت بصراحه، ولكن انا من وجهه نظري كنت عاوز اشوف البناء بتاع الشخصيات افضل من كده، اعمق شويه. وضح لي الناس دي مين، الناس دي كل خط درامي مشي ازاي، او كل شخص الخلفيه بتاعته كانت عامله ازاي، زي ما وضحت لي مثلا كان معمول حلو في موضوع جيهان الشباشرجي، البنت اللي بتكره ابوها اللي مات فهي مش متاثره فطلع عليه دي. احكي لي الدنيا، كنت عاوز افهم برضو باقي الناس وصلوا هنا ازاي، او ايه الخلفيه المسبقه بتاعتهم، ممكن ده يوضح بعدين وابقى انا غلطان مفيش مشكله، يا ريت يحصل حاجه زي كده، ولكن في الاجمال اول حلقه وتاني حلقه بيرفكت 10 على 10. المسلسل ده ان شاء الله هيكسر الدنيا ويبقى واحد من اهم مسلسلات 2026، وهيصعبها على ناس كتير ان هي تعلي عليه، ولكن خلينا نشوف المسلسل للاخر ونشوف هيحصل ايه في الحلقات اللي جايه. الحلقه الثانيه اهم كتير من الحلقه الاولى، لان خلاص انت دخلت في قلب الاحداث ودخلت في الصدام اللي هيحصل بين المحروق وبين عصام، ازاي يحصل البوم بينهم، وهي دي نقطة تحول الاحداث، وده اللي احنا عايزين نشوفه. واتمنى ما يبقاش في اشتباك بين الجيار وبين عصام علشان هياخدوا في حتة تانية، وربنا يستر على اللي جاي ان شاء الله. ده كانت مراجعة سريعة لاول حلقتين، وهنعمل مراجعة تاني للثلاث حلقات بقى، لان هو من الحد الخميس 5 حلقات وبنريح بعد كده 5 حلقات تانيين، فهنستنى نتفرج على 3 حلقات ونكمل مع بعض مراجعة وتحليل مسلسل بطل العالم. انا كده خلصت، لايك وشير، اشوفكم بخير.